عنده ملف كامل عن كل حاجة في مصر، عنده عملاء وفي وثائق بكده بيقبضوا شهريا في كل مجال في مصر، بما فيهم عملاء في الإخوان المسلمين وعملاء في الحركة السلفية وعملاء في الكنيسة المصرية عصام شرف، علشان يخلي المصريين ينضموا على الثورة، وعشان يضمن بعد كده ان اي اجراء قمعي يتخذ ضد الثوره يبقى منطقي علشان البلد هتتحرق. وعنده فلوس من فلوس الحزب الوطني اللي معاه فلوس كتيره جدا وبيأجروا بلطجيه وبيعملوا كل الكلام ده. فانا اعتقد ان هذه الفتنه طائفيه فتنه مصنوعه، ولكن سقط الشهداء نحترمهم جميعا ولابد ان يكون انا لا اعرف ان في شهيد مسلم او مسيحي الحقيقه. انا اعرف ان في شهيد مصري. الشهداء اللي سقطوا من اليومين دول هم عندي في نفس المعزة بتوع الشهداء اللي سقطوا بالظواهر في ميدان التحرير. أرى أن فتح ملف المطالب الطائفية الآن من أخطر ما يمكن، وليس هذا وقته إطلاقا. علينا أن نتأكد من أن الثورة هتعطينا المكاسب السياسية بتاعت الثورة التي يستحقها المصريين واللي دفعوا ثمنها ذنبهم، وعندئذ هتتحقق كل هذه المطالب بدون الضغط الآن على مطالب طائفية معينة. وده رأيي. اتفضل يا بلاد معاك المايك. طيب شكرا، ارجو ان احنا ما نكونش اثقلنا عليك، بس في ناس بعت بتقول انت دايما بتقول ارجعوا لاعمالي، وكنا عاوزين نسمع رأيك، فعاوزهم يستشفوا الاعمال يعني الى حد ما. فبيقولوا ان علاء اتهمني انني لم اقرأ عمارة يعقوبيان، وساحاول ان اثبت له انني قرأته، وهو مكان المثلي او الشاذ جنسيا في رواية علاء ينتمي الى تيار شيوعي في عمارة يعقوبيان. وهل هذا الانتماء السياسي لهذا الشاذ او للمثلي مغزى عندك؟ وهل هو اتهام مبطن لليساريين او الشيوعيين؟ وعندما تم تحويل روايتك الى فيلم سينمائي، ما رأيك في وحيد حامد المشهور بعدائه للتيار الاسلامي؟ وهل وافقت عليه ام انه لم يكن لك رأي في اختياره؟ ده سؤال. بيتهيألي موقفك من التطبيع حضرتك قلت. طيب، وفي سؤال تاني بيقول ايه المطالب؟ هل انت مع مطالب النصارى بتعديل المادة الثانية من الدستور؟ اما بالنسبة لجمعيات ومنظمات اقباط المهجر فيبدو ان حضرتك برضو مش متابع، لان اجتماعاتهم في الكونجرس معروفة جدا، تصريحاتهم على الصحف معروفة جدا، ونشاطاتهم في بروكلين وابستيت نيويورك وفلادلفيا ونيو جيرسي موجودة في كل مكان. مايك مع حضرتك. انا اسف لان ده اخر سؤال. انا اتفقت مع الاصدقاء ان هو كل ساعه واحده، وانا نفسي اقعد معاكم اكتر من كده، بس للاسف انا عندي اختلاف كده. الاستاذ اللي بيقول ان يعني اعتقد ان انت محتاج حتى يعني انا هندهش جدا لو كنت قريت الروايه زي ما قلت، لان انت بدات قلت ان الاسلاميين في الروايه صورتهم وحشه جدا، وده دليل ان انت ما قريتش الروايه. ده اولا. ثانيا انا اعتقد ان انت عندك يعني في لازم نراجع مع بعض مفهوم الادب، لان الادب انسان. الادب مش بيقدم الناس عشان يرجمهم، الادب بيحاول يتعاطف مع البشر مهما كانت اخطائهم. وبالتالي الشخصيه المثليه اللي موجوده في الروايه طبعا تثير التعاطف لان هو ضحيه، لان هو راجل من زواج مختلط وهو صغير فتم اهماله فتم الاعتداء واصبح على ما هو عليه، وبالتالي التعاطف معاه هو يحقق غرضا ادبيا، وبالعكس هو يحقق غرضا اخلاقيا. لان انت لما تشوف ازاي ان انت ربما لما تقرا الروايه تنتبه
قبل أن تغلق أعمالك عن إنشاء سؤال قبيح. إن أنا أقول قبيح، واحد بيقول هل يجوز وصف المشركين أو المسيحيين بأنهم شهداء؟ نعم يجوز يا أستاذ، وأنا آسف جدا إن أنت تستعمل لفظ المشركين في إن أنت تسليم الأخبار، وأظن أن هذا يدل على أنك الحقيقة يعني تنظر بطريقة اسمح لي متعصبة ولا على لها هذا السؤال، لأن هذا السؤال ينتصف تقول هل يجوز وصف المشركين بالشهداء، يدل على أن أنت يعني للأسف الشديد أنا لم أستطيع أصل معه. دلوقتي مشتور هو من الثورة المسلمين كانوا صفا، وكان